هاي بالكل، وكيفكم؟ معاكم فاطمة. بفيديو اليوم حنسوي جورنال على كاسات كرتون، وما رح نسوي بس على كاسة أو كاستين، لا رح نسوي على 5 كاسات كرتون. بالنسبة لفكرة الفيديو، صراحة من زمان حابة أسوي هاي الفكرة، اللي هو إني أسوي جورنال على أشياء غريبة ومختلفة، يعني مش بس على ورق. فإذا بتحبوا الفكرة ممكن إنه نسويها سلسلة، وبكل فيديو نسوي جورنال على إشي معين. بالنسبة للتنسيقات اللي راح نسويها حتكون صراحة شوي تنسيقات بسيطة، بما إنه يعني المساحة على الكاسة كثير صغيرة، يعني أكيد مش راح نقدر نسوي إشي كبير أو إشي واو. فكل شي يعني استخدمته حجمه صغير بحيث إنه يكون مناسب مع الكاسة. بالنسبة للتنسيقات راح تلاحظوا اني عمالي بشتغل فيها على جرب، انه يعني ما بحط طوال على الكاس مباشرة قبل ما ارزق التنسيق، لانه صراحة كانوا يضلوا يسحلوا عن الكاسة، يعني لما اجي احط التنسيق والورق كانوا يسحلوا. فحكيت انه خلص بحط التنسيق على جنب وبس اعتمده، ببدأ الزق فيه على الكاسة. وحبيت آخر إشي أضيف شوية لمسات على الكاسة، وحطيت واشي تيب على التنسيق لأنه حسيته محتاج لهيك شوية لمسات خفيفة، فحطيت واشي تيب. وهذه النتيجة النهائية لأول كاسة لليوم. بالنسبة للكاسة الثانية حبيت أستخدم في التنسيق هاي الستيكرز، ومتوفرين كمان هدول في متجري للي بحب يشتريهم، فحبيت اني استخدمهم بفيديو اليوم، بما انه يعني شوي كنت محتارة في ايش راح استخدمهم، فحكيت انسب اشي استخدمهم على الكاسة، فحبيت استخدم ستيكرز تاي على هذا التنسيق. صراحة مش عارف شو بدي أحكي، يعني دايما بحكي أوكي بدي أسجل فيديو بالفيديوهات تاعوني، بس شو بدي أحكي صراحة ما بعرف شو بدي أحكي. لكن حبيت فيديو اليوم سجل صوت، لأنه كثير منكم طلب مني على الإنستغرام سجلي صوت، بدنا صوت بدنا صوت، فقررت فيديو اليوم سجل صوت، بس حيكون يعني في شوية موسيقى لأني زي ما حكيت مش عارف شو بدي أحكي بالفيديو، لاني بحس كل شي بسويه واضح، يعني بس طولت ستيكرز لزقته هون، جبت ورقة حطيتها هون، يعني بحس ما عندي سوالف او اشي احكي فيه صراحة. لكن حبيت سجل اليوم صوت، بما انكم طلبتوا مني سجل لكم صوتي بالفيديو، فقررت اليوم سجل صوت على الفيديو
عشانكم، بس عشانكم. وهذه هي النتيجة النهائية للكأس الثانية. صراحة كثير حبيتها. صراحة على الكأس الثالثة بديت شوي استصعب الموضوع، لأني مش عارف شو بدي أختار صورة. غير عن ذلك محتاج لأدوات جديدة لأنه زمان مش شارية. فزي ما حكيت على الكأس الثالثة بديت استصعب الموضوع، فأخذت أي إشي قدامي وسويت هيك تنسيق عشوائي. يعني صراحة مش أفضل إشي، بس إنه هيك سويت أي إشي على السريع. آخر شي حبيت ضيف على هذا التنسيق شوية ستيكر. صراحة زي ما حكيت مش أفضل تنسيق بالنسبة لإلي، لكن ما كانش يعني سيء. زي ما حكيت على الكاس الثالثة بديت شوي استصعب الموضوع، لكن الكاس الرابعة استسهلتها كثير. والتنسيق كان خفيف لطيف، وصراحة مرة حبيته وما تغلبت فيه كثير، يعني كثير حبيته صراحة.
بالنسبة كمان للكاسة الخامسة، كمان هاي الكاسة صراحة تغلبت فيها كثير، ما كنت عارف شو بدي أحط، كنت كثير محتارة يعني قبل ما أبدأ أصور في التنسيق. كثير كثير كنت محتارة ومش عارفة شو بدي أستخدم على التنسيق، لكن آخر إشي يعني سويت تنسيق كان مقبول نوعا ما. آخر شي حابة أحكي عن رأيي في تجربة إني أسوي جورنال على كاسات، بما إني يعني بالعادة بسوي جورنال على ورق أو على دفاتر. صراحة كان الموضوع كثير حلو واستمتعت فيه كثير، لدرجة إني سويت ال5 كاسات على جلسة واحدة، يعني بدون ما أقوم ولا حدا حتى قطعني وأنا بصور. فصراحة كثير استمتعت وأنا بسوي في ال5 كاسات، وحسيت لسه بدي أسوي كمان، بس نوعا ما كان عندي أفكار كثيرة. لكن الإشي اللي نوعا ما حبيته في الموضوع إنه الكاسة كانت جاية على شكل أسطواني، فلما كنت بدي أحط التنسيق قبل ما ألصقه يعني وأنا بجرب أشوف فيه، كانوا يضلوا الورق يسحلوا. وحتى لما جيت يعني ألزق التنسيق ما كنت عارف ألزقهم منيح، لأنه الكاسة كثير خفيفة وخايف تنتعج لما أقعد أرص على الكاسة وأنا بلزق فيها. وهذه النتيجة النهائية للكاسة الخامسة. وبس والله هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هدول هم ال5 كاسات يلي سويناهم مع بعض. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات أني أكثر كاسة عجبتكم من الكاسات ال5، وبشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.